السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يلا كده نصلي على النبي. كل من له النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده معانا صدر فرخة عملناها بانيه. فهنتبله بقى. حطيت مية بصل، حطيت معلقتين طماطم ممكن تستبدليها بصلصة، حطيت ليمون، خل، ملح وفلفل اسود، بابريكا، بهارات فراخ، وحط كزبرة الناشفة جميلة قوي، وحطيت توم باودر. تمام. ممكن تحطي بقى معلقتين لبن او تحطي معلقة زبادي، ودي اختيارية. لكن التتبيله البودر دي مع ميه البصل مع الطماطم تحفه تحفه تحفه، بتديكي طعم حلو مع بهارات الفراخ. مع البهارات اللي احنا حاطينها ديت والايه والليمون والخل. وتحطي كل حاجه على بعضها كده، وما تحطيش مستردة ولا مايونيز ولا الحاجات دي عشان ما تعملش طبقه عازله معاكي. في البانيه لازم تبقى حريصه ما تحطيش اي زيوت على اللحم الفراخ عشان ما تعملش فصل بين البانيه والكفر اللي هنعمله بعد كده اللي هو البقسماط. طبعا هعمل عصير. ده كان الفيديو ده كنت صايمه. فدي عصير فراوله مع موز، وحطيت ميه والسكر وضربته وخلاص على كده. كده رجعت بقى للفراخ بتاعتي او شرايح البانيه. طبعا ممكن تجيبي صدر فرخه وتخليه يكون اوفر، وممكن تشتريه براحتك. طبعا بعد ما تتبل معانا يجي ساعتين كده او ساعه حسب وقتك. وبتحط عليه بيضايه. طيب انا مش عايزه اعمل كده، ممكن تعملي البيض لوحده. بس هي نفس الخطوه، يعني ممكن تحطيها كده، وبدل ما تتبلي البيض لوحده، وهتحطي طبعا برضو البقسماط والفيجيتار لوحده وهتتبليه. انا قمت حاطه ضربه البيضه فوق كده ومقلباها كويس، وبقيت اعص شريحه البانيه زي ما هتشوفوا دلوقتي، واقوم حطها في البقسماط، وادتني نفس النتيجه برضو. عايزه تخلي البيض لوحده براحتك، ممكن تحطي البيضه، تحطي عليه شعره ملح وفلفل، وتاخدي شريحه البانيه زي ما انت شايفه كده وتحطيها في البيض، وبعدين تحطيها في البقسماط. هي نفس النتيجه. بس انا بقصر بصراحه، او اللي بعمله بصوره لكم بكل سهوله، ونوفر على بعض الوقت. كده هاخد بقى شريحه البانيه زي ما انتم شايفين كده من التتبيله اللي انا ضفت عليها البيض، وهنزل بالبقسماط. العلبه دي فيها بقسماط على فيجيتار. عايزه تعملوا بقسماط بس ماشي، فيجيتار بس ماشي، هتحطي الحاجتين ماشي. هتحطي بقى عليه ملح وفلفل اسود برده وبابريكا وشعره شطه كده، نفس البهارات تعتبر اللي احنا حطيناها في التتبيله. اه. وبعدين كنت حاطه بقى اللي هي المقرمشات بتاعه الفراخ المقرمشه دي بصراحه على البقسماط برضه، اللي هي الحتت التخينه شويه دي، ادتني قرمشه حلوه كده في الكفر مع البقسماط والفيجيتار بصراحه، اللي بتتجاب من عند العطار. فبتدي طبقه حلوه كده وناشفه وجميله مع البقسماط والفيجيتار، اللي هي المقرمشات قولوا له بتاع الفراخ المقرمشه. ضفتها على البقسماط والفيجيتار، وبقيت احط بقى طبعا البنانه ضفت عليه البيض، وبعدين حطيته في طبقه البقسماط والفيجيتار دي مع شايفه الحتت التخينه ديت، مش بقسماط مكلكع، هي المقرمشات اللي هي بتاعت الفراخ المقرمشه دي بتتجاب من عند العطار. ضفتها على البقسماط بقت تمسك مع الكفر كده. كده كنت خلصت بقى. طبعا انا بعد ما بخلصه كده، دي اخر حته بعملها بحطه في التلاجة شويه عشان الكفر يمسك معاه. انا بحطش بعد البيض دقيق. الدقيق بيفصل بين لحمه البانيه والبقسماط بصراحه، فانا ما بحبهاش، هي بتنفش لكن يعني بتعمل طبقه عازله للدقيق، فما بحبش احط الدقيق بصراحه. هو البيض والبقسماط او اللي عليه الفيجيتار او طبقه او المقرمشات اللي حطيتها دي بتاعت الفراخ المقرمشه، وخلاص على كده. كده بقى طلعت البانيه من التلاجة، وعافي الزيت، يكون الزيت بيقدح كويس زي ما انتم شايفين كده، وننزل بالبانيه بتاعنا وبقى بنقلبه. لو الزيت مغطي ماشي، مش مغطيه هتقلبي شريحه البانيه. طبعا عملت طاسه بطاطس وعملت العصير زي ما انتم شفتوا من شويه، ودي وجبه مكتمله كده مع حبه سلطه. عايزه تعملي مكرونه ماشي، عايزه تعملي جنب رز ماشي. عادة يعني البانيه صالح جنب اي حاجة، رز، مكرونة، ممكن بعيش، بس ممكن تعملي سندوتشات ماشي مع البطاطس في اي حاجة، مع حبة سلطة، مع حاجة حادقة. متنسوش بقى تعملوا لي لايك كده وتشتركوا في القناة وتشجعونا عشان نكبر بيكم ان شاء الله. كده بقى كان البانيه احمر اهوت من تحت، فهقلبه معاكم. طبعا ما بطولش في الفيديوهات، بعمل دور كده واكمل مع نفسي عشان ما نطولش على بعض. ما تنسوش تعملوا اللايك بقى. بصوا الطبقه مقرمشه ازاي وحمرا وتحفه. يا رب يكون الفكره عجبتكم والتتبيله كده عجبتكم. شايفين. وطبعا بتطلعيه في طبق كده، تحطي بقى مناديل المطبخ او ورقه زبده عشان الزيت. وهطلع الدور ده واكمل الكميه بقى وهوريكم ما اخلص. شايفين الشكل كده
كنا خلصنا اكلتنا بقى مع البطاطس مع السلطة مع العصير. وكل سنة وانتم طيبين، والناس اللي صايمة بقى وجبة خفيفة كده عليهم. ويا رب يكون عند حسن ظنكم، وشجعونا كده بلايك عشان نكبر بكم ان شاء الله. واللي بيشوفنا لأول مرة يخش ويشترك، ويستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.